ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وعافيه. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البانيه بطريقه حلوه وكده وجديده، واعمل معاكم مكرونه بالصلصه ويا رب تعجبكم. فتعالوا معانا نشوف الطريقه والمقادير. النهارده يا حبايبي هنعمل ان شاء الله بانيه ومكرونه بالصلصه. فتعالوا معانا نشوف المقادير. معانا هنا دلوقتي كميه البانيه اللي انت هتعمليه على حسب اللي انت هتعمليه. تعملي كيلو، تعملي نص، تعملي ربع، على حسب افراد اسرتك وعلى حسب الكميه اللي انت عاوزه تعمليها. طبعا انا معايا هنا الثوم والبصل اللي انا كنت فرزرته قبل كده معاكم. طبعا انا طلعته عشان عاوزاه سايب شويه، فطلعته عشان يفك كده، وعشان طبعا لو انت هتطبخي بيه هتطلعيه مجمد وتطبخي على طول، لكن لو انت هتتبلي يبقى هتتبلي كده. معايا طبعا البهارات بتاعتي هنا طبعا كلها معلقه صغيره. كركم، معايا هنا زنجبيل مطحون، معايا هنا بهارات فراخ، بصل بودر وثوم بودر وجوز الطيب بودر وفلفل اسود، ومعايا هنا روزماري وورق لورا مطحونين، ومعايا هنا ملح. فده كله هحطه طبعا مع البصل والثوم زي ما انتم شايفين. وطبعا معايا هنا معجون طماطم السعوديه، وهنا مكرونه صغيره اللي هي شبيهه بالصدفه بس صغيره. هعملها برضو، اوريكم هعملها ازاي بطريقتها. طبعا هنا الخلطه دي طبعا هعملها كده مع بعضها. انت ممكن يعني تحطي البهارات اللي انت نفسك فيها او اللي انت عاوزاها على حسب ما انت عاوزه. الثوم هنا حبايبي مهم جدا في البانيه بالذات، لان بيدي طعم مختلف خالص على اللي انتم متعودين عليه. طبعا انت هتتبلي البانيه. كلنا عارفين طبعا. انا بحطه كده وارجع عشان تبقى واخده من اليمتين، احطه كده في الظهر برصه فوق بعضيه، ارجع تاني. وممكن تعملي كده عادي، يعني تسهلي على نفسك على قد ما تقدري. يعني انا دلوقتي يا حبايبي التفريز اللي انا عملته بالنسبه للثوم وللبصل وفر عليا حاجات كتير جدا. يعني اي حاجه عاوزه اعملها على طول هعملها، مش لسه بقى هضيع وقت ان انا اقشر ولا ان انا اخرط بصل والكلام ده كله، لا بسرعه. وكمان بتوفري في الاجهزه بتاعتك، بتحافظي عليها، بتستعمليها يوم واحد، ما تستعملهاش كل يوم. مواعين بتوفرها على نفسك، حاجات كتير يعني. فانا طبعا هخلص الكميه دي كلها زي ما انتم شايفين كده، وبعدين ارجع لكم. طبعا انا حاطه هنا على البوتاجاز حله وفيها ميه وشويه ملح عشان اسلق فيها المكرونه، ولما اجي اعمل الصلصه بتاعتها بمعجون الطماطم هوريكم هعملها ازاي. خليكم معانا. انا كده الميه غليت بتاعه المكرونه، بنزل فيها المكرونه زي ما انتم شايفين. طبعا الكيس ده هو فيه حوالي 500 جرام كده. انا ما حطيتش في المكرونه غير الملح بس. طبعا يا حبايبي في برضو حاجه عاوزه اقولها لكم، او معلومه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ اي مكرونه رخيصه او اي مكرونه، حطي في الميه نص عصره، نص ليمونه، سوري، نص ليمونه في الميه. عمرها ما هتعجن منك، عمرها. وبالذات المكرونه الاسباجيتي، لان دايما كله بيشتكي ان المكرونه الاسباجيتي بعد ما تخلصيها بتلاقيها معجنه في بعضيها. لا، ديت يعني عن تجربه بعملها كتير جدا. وبالذات المكرونه بتاعتنا بتاعت مصر فيها انواع كتيره بتبقى رخيصه، بس ما بنرضاش نجيبها علشان بتعجن وعلشان ما بتبقاش حلوه. فانت جيبي اي نوع مكرونه بس اعصري نص ليمونه في الميه وانت بتسلقي، هتلاقيها بقت معاكي جميله جدا. هخلص وارجع لكم. هنا يا حبايبي كده انا حطيت البصله، بس حطيتها متجمده هي وتوم. حبايبي كده الدرجه دي هحط كده، هحط بقى الملح اللي انا عاوزاه واقلبها، واحط المكرونه وهقلبها عليها. هعملها وارجع لكم كده. انا طبعا بعد ما حطيتها اهي يا حبايبي، اهي الصلصه زي ما وريتكم، سبتها تتسبك شويه، يعني الميه اللي فيها تنشف شويه. ما ينفعش طبعا احط الطماطم وهي فيها ميه، لازم تنشف شويه. دي عاملاها بالصلصه. لو عندك طماطم طبعا ممكن تعصريها وتحطيها نفس الخطوات، بس بدل صلصه او المعجون اللي انا بحطها بتحطي مكانها هو عصير الطماطم. هي كده كويس قوي اهو، سبكت اهي. هسقط عليها المكرونه واقلبها واوريها لكم. حبيت بس اقول لكم ان انت طبعا ما ينفعش تحطي المكرونه كده على طول بعد ما تسلقيها، لا طبعا لازم تسبك شويه. فهحط المكرونه وارجع لكم تاني. اهي كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين شكلها اهو جميله جدا، وطعم نفسكم تدوقوا، وطعمها خطير جدا. وكمان البصل والثوم اللي انا شوحته شويه في الزيت مش باين خالص فيها نهائيا، وجميله جدا. هطفي عليها بقى كده وهسيبها، وانا بعد ما اخلص البانيه هوريها لكم وانا بغرفها.
ده دلوقتي كده حبايبي انا سبتها دلوقتي متبله تقريبا يجي ساعه او اكتر. طبعا لو عاوزه تعمليها من بالليل مفيش مشكله خالص، بس تحطيها طبعا في التلاجة في مكان كويس والتبريد يكون كويس. وطبعا معايا هنا عملت بيضتين ومعاهم شويه حليب او لبن، وحطيت عليهم شويه فلفل اسود، وحطيت شويه ملح وضربتهم كويس قوي 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 انتوا شايفين. ومعايا هنا دقيق بقسماط حطيت عليه شويه ملح برضو وشويه فلفل اسود وقلبتهم. وهنا دي برضو نفس الحكايه، حطيته برضو نكهته وقلبته زي ما انتم شايفين كده. فطبعا هوريكم هعمل ايه دلوقتي. اول حاجه طبعا باخد البانيه كده زي ما انتم شايفين، بحطه الاول حاجه في الدقيق وانضفه كده منه، وبعد كده اهو احطه هنا في الحليب، وبعد كده هنا بالايه في دقيق البقسماط. طبعا انا ممكن اعمله بشوكه وممكن اعمله بالمساكه، بس عادي يعني مفيش مشكله لو استعملنا ايدينا، احنا ضامنين نظافه ايدينا لان ده مطبخك وانت اللي واقفه فيه وعارفه انت بتعملي ايه وعارفه كل حاجه وعارفه نظافتها يعني. طبعا هعمل تاني واحده تانية اهي كده، هنضف الدقيق منها كده وبعدين ارجع احطها تاني هنا في الحليب والبيض كده، وبعدين هعمل كده في دقيق البقسماط وهكذا يعني لحد لما تخلصي كل الكميه اللي انت عاوزه تعمليها. فطبعا انا هخلص الكميه كلها وهوريكم طبعا لما نيجي نقليها، وهوريكم ازاي نقدمها مع المكرونه وهعمل جنبها. اهو كده حبايبي البانيه بعد ما عملته وظبطته، فحبيت اوريكم شكله ويا رب تكون الطريقه عجبتكم. ان شاء الله هقدمه مع المكرونه والسلطه وبطاطس وينجز، وهبقى اعمل لكم فيديو بيها وبطريقتي، وان شاء الله يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش، وسبسكرايب وتشيروا لي القناه علشان تشتهر وكمان عشان تكبر بيكم. واتمنى يا رب ان هي تكون قناه خفيفه على قلبكم واكون ضيفه عندكم خفيفه على قلبكم برضو. ف ما تنسوناش في اللايك. مع الف